حله، حط كل الحله في طبق عشان كله ده. هو مفيش الا كابور بتاع من ده بس. يا بنتي ندى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمل يوسف. هنعمل النهاردة أكلة جمبري مع بعض. الصوت الأولاني ده صوت ما وراء الكواليس، صوت الأطفال وهم قاعدين معايا في الشقة، بسجل لكم دلوقتي وهم نايمين. الناس اللي بتسألني انت بتسيبي صوت المطبخ ليه العادي؟ عشان عندي أولاد، عندي توأم في رابعة ابتدائي، رايحين رابعة ابتدائي إن شاء الله. ربنا يهدينا أولادنا جميعا. دايما عاملين دوشة في البيت وأسئلة بقى وكلام كتير زي ما انتوا عارفين، فبستنى لما يناموا واسجل لكم بقى الرواق عشان تفهموا انا عاوزه اقول لكم ايه. احنا هنعمل النهارده مع بعض ده اكله جمبري. اكله الجمبري زي ما انتوا شفتم حطينا شويه زيت في الاول وبصله وطماطميه، طماطميتين يعني او 3 وبصلتين او 3 على حسب كميه الجمبري. وبعد ما شوحتهم في الزيت شويه حطيت الجمبري، وبعد ما حطيت الجمبري برضو بشويه حطيت البهارات والملح هحطه في الاخر. البهارات عبارة عن ايه؟ عن كمون، الكمون اساسي، وفلفل اسود والبهارات السبعة وتوم باودر، ونقلبهم كده بالبهارات وما نقلبش بالمعلقة. المعلقة ما تتحطش في الحلة خالص عشان لو حطينا معلقة هتهرد الجمبري، فلازم نقلب بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي. وبنجهز السلطة اثناء ما احنا نقلب شوية، والتجهيزات التانية بنعملها واحنا مولعين على الجمبري. عملنا سلطة وعملنا طحينة وجبنا شيبسي، ونقعد نقلب كده. وكنا مسخنين المية، لما قلبنا شوية حطينا المية، لما غليت مع الجمبري شوية صفيناها بالطريقة دي. صفينا المية اللي هي الشوربة، وكنت حاطه فيها الملح وحاطه فيها البهارات ومظبطاها على الاخر. ولما غليت شويه مع الجمبري صفيتها، وحطيت الجمبري شويه على النار كده ونقلبه من غير اي حاجه خالص فيه، من غير ما فيه شوربه، يعني تقريبا بقى شبه مشوي. ولما خلصناه حطينا في الاطباق، كان طعمه جميل. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم ان شاء الله. ودي واحده بفتحها كده بوريكم، كانت جميلة تحفة بقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ايه رأيكم؟ وعملنا الطحينة والسلطة. ما تنسيش السلطة مهمة جدا في جميع اكلاتك. امل يوسف، لايك واشتراك وسلام.